اهلا بكم يا حريفة في اول فيديو ليا على القناة. في الفيديو ده هشرح طريقة الحصول على افضل ملعب نزل في لعبة فيفا موبايل، وهنشوف الملعب كمان. فما تنسوش تدعموا القناة باللايك والاشتراك وتعمل منشن لصاحبك البوت وتقوله يلا بينا نلعب في الملعب الجديد. اول حاجة هتدوس على تصريح النجم، واول ما توصل لحد مستوى 35 هتشوف الملعب زي ما انت شايفه في الفيديو كده. وعلشان توصل للمستوى لازم تجمع نقاط المهام الاول، فهروح اعمل المهام وارجع تاني. وكده نكون عملنا المهام كلها. هنجمع نقاط المهام عشان نجيب الملعب الجديد. وبعد ما تلم نقاط المهام تدوس على تصريح النجم مرة تانية علشان تاخد الملعب. وبكده دي تكون طريقة الحصول على افضل ملعب في لعبة فيفا موبايل. يلا بينا عشان نجرب الملعب. ويلا بينا على اول ماتش في الملعب الجديد بنادي ارسنال. خلينا نشوف الملعب هيكون شكله عامل ازاي. معلش يا شباب، شركة فيفا مش عايزانا نفرح بالملعب الجديد، بس لازم نجرب الملعب الجديد. والماتش ده هيكون قصاد انجلترا على ملعبنا، فهسيبكم تسمعوا صوت الجماهير في الملعب الجديد. والخصم كان عايز يعلم عليا في الملعب الجديد، فلعب كرة بينية للمهاجم، بس المهاجم لعب بينية للجماهير. والخصم مش عايز يسكت، عمال يشوط من بره ال18 ومن جوه ال18 لحد ما إيميليانو مارتينيز مبقاش قادر يقف على رجليه. ماذا سأفعل؟ ماذا سأفعل؟ استعمل قبضة البعبع. بني. وأول هجمة خطيرة جت من البديل إيساك بعد ترقيصه للمدافع، بس المدافع التاني كان عايز يشارك في الهجمة. وهنا كان لازم نتدخل. وجاريث بيل يسجل الهدف التاني ار2 بعد خطأ تمركز الدفاع، وتصبح النتيجة 2-0 على الملعب الجديد. والماتش خلص 3-0. ودي تكون تجربتي للملعب الجديد. فما تنساش تعمل لايك واشتراك وتكتب لنا تقييمك للملعب الجديد في التعليقات. وكنت حابب اصور لكم ماتش تاني على الملعب الجديد، بس هي دي النتيجة.